السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصلنا لنص رمضان، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعود علينا الايام جريت جدا جدا جدا. يلا بقى تعالوا معايا وانا بعمل حمام و... وتشوفوا بقى طريقة الحمام بكل خطواته. بصوا انا بعمل يعني انا صورت لكم الفطار كله وانا بعمله. وده يعني خطوة خطوة كده الحمام، خطوة بخطوة. اول حاجة انا بقطع الكبد والقوانص اللي بتبقى مع الحمام، وبديها تشويحة كده. وبعد كده بعد ما بديها تشويحة ولونها بيغير، بكون فرمة بصلاية او مقطعاها قطع صغيرة، يعني على حسب ما انتوا بتحبوها. بس انا مش بحب طعم البصل يبان قوي فببشرها بصراحة، فبعملها في الكب قصدي. أه بحطها بعد ما بعمل البصلة بروح حاطة بقى عليها على انا هنا كنت نسيت اقول لكم ان انا بحط يعني على الكبده والقوانص برضه بحط ملح وفلفل. كنت نسيت يعني دخلت في البصل على طول. هو المفروض كنت اقول لكم ان انا حطيت ملح وفلفل وبعدين ادخل لكم في البصل. بنحط عليها توابل فراخ وسبع بهارات وبنقلبهم سوا. بعدين بنحط عليهم البصلة اللي احنا فرمناها وبنهدي النار. انا كنت هنا بهدي النار عشان كنت سايباها عالية. بنقلبهم مع بعض البصلاية تدبل كده. انا تعلية النار دي بجد يعني هتوديني في داهية بسبب الاكل والله. بس يعني ما تعملوش زيي، لان انا اوقات كتير بعمل الاكل كله والنار عالية يعني وبوطيه في الاخر بقى، فما تعملوش كده. هي احلى حاجة النار الهادية دي حلوة قوي والله، او المتوسطة. بنحط بقى الرز كده، البصلة دبلت خلاص وخدت لون مع الكبد والقوانص. وخلاص الكبد والقوانص كمان تبقى دخلت في السوا لان هما حاجات صغيرة جدا. بنحط الرز وبنقلبه سوا، عشان برضو كل حاجة تدخل في قلب بعضها كده، والأطعم كلها تدخل في قلب بعضها. وطبعا لو في حاجة لازقة بقى وكده، انا طبعا عشان كنت معليه النار في الاول ففي شوية بصل كانوا لازقين كده. بس وبعد كده بنحط قرفة وملح وفلفل ما ننساهمش. بس ايوه ما تنسوهمش، ما تخافوش، مش هي يعني مش الاكل مش هيبقى حادق ولا هيبقى بهاراته زياده والله، لان انا المعلقه المعياريه اللي بحطها صغيره جدا. ونرش رشه جوز الطيب صغيره كده. انا مش بحب اكتر اصلا في جوز الطيب، انا بحب احط حاجه كده بسيطه وخلاص. يبقى احنا كده يا حبايب قلبي التوابل اللي حطيناها، حطينا ملح، حطينا فلفل، حطينا قرفة، حطينا رشة جوز الطيب، حطينا سبع بهارات، وحطينا بهارات فراخ. وهتاكلوا احلى شوية رز بالخلطة تحفة والله بجد، يستاهلوا بقكم. بقى بصوا انا بحط حبة مية صغيرة، مش بحط كتير يعني بحط تبقى مغطياه كده، لان انا مش هسويه تسوية كاملة، هو هيكمل تسويته في الحمام بس. وبعد كده بعد ما المية بتغلي وبعد ما لان هو بعد ما بيتشرب على شوية بنقفل عليه على طول. وهنا كان الحمام انا بتبل البصلة بتاعة الحمام بملح وفلفل، بس ملح وفلفل، وبقلبهم مع بعض. وبعد كده بعمل يعني بتبل الحمام من بره ومن جوه، وبجد بيديله طعم وتست تحفة تحفة تحفة. جربوه وبجد هتدعولي. هتبل كده من جوه ومن بره والف هنا على قلبك يا رب.
هنا كان الرز خلاص خد يعني شرب ميته. وبصوا مش هتلاقوه مستوي، بس بصوا مفلفل وحلو ازاي. بس وبسيبه بقى لحد ما يبرد، وبحطه في حاجة اصلا يبرد فيها، مش بسيبه جوه الحلة، لان طبعا لو سبته جوه الحلة عمره ما هيبرد، لان انا محتاجة احشي بيه الحمام. فطلعته في حاجة كده واسعة عشان يبرد فيها شوية. وبعد ما هيبرد كده هنبدأ بقى نحشي بيه الحمام وكده. بس. انا اخدت كمية الرز اللي انا محتاجاها، وعارفة ان هي هتحشي لي هتبقى على قد الحمام اللي انا اللي انا عاملاه يعني. بس الاول بحشي الحمامة من جوه، وبعد ما بحشيها من جوه وكده ببدأ بقى ان انا اقفل الرجل خلاص، ومش بحشيها كتير لان طبعا الرز لسه مستويش، فهيستوي طبعا جوه الحمامة، فعشان كده انا مش بملاها قوي يعني. بس وبعد بقى ما بنكتف كده رجليها بنبدأ بقى نحشيها من فوق. هي الحمامة كانت متورقة، وبصراحة مبعرفش اورقها عشان انا حاولت في مرة واتقطعت مني وفشلت فشل ذريع، هي ربنا يخليها لي حماتي هي اللي بتورقهولي. ف بتبقى متورقة كده من فوق. بنعملها كده بنحشيها برضو من عند الراس، وبعد ما بنحشيها وبرضو مش بنحشيها كتير. هتشوفوا انا مش حشيتها، انا ما حشيتهاش كتير، انا حشيها حاجات بسيطة. وبعد ما بحشيها وكده بروح قافلاها بقى. يعني انا مش بحب احط، يعني مش بحب اخيطها وكده، انا بحب ان انا احط الرز بتاعتها جواها تبقى يعني قافلاها. انتوا هتشوفوا ده دلوقتي اهو، هتلاقوني انا بحطها دلوقتي، بس بعد ما بتأكد ان الحمامة كلها فيها رز، عشان الساندوتش الحلو الجميل ده اما نيجي ناكله بقى يبقى مليان كده وحلو، وبرضو ما يفرقعش مني عشان انا بخاف جدا من الحوار ده. بس هتلاقوني هنا بقى، بصوا هو انا دلوقتي كده انا بقفلها، بحط الرز جواها، جوه الحته بتاعه الرقبه دي. هتتقفل اول ما هنزلها الميه السخنه، هتتقفل على قلب بعضها وخلاص على كده. وبنضفها من اي زيادات رز وكده. وهروح بقى، مش عارفه بعمل الحركه دي ليه، بس هو انا كل مره بعمل الحركه دي، مش عارفه ليه بحب اكتف الحمام كده، مش عارفه عمل لي ايه الحمام في دنيته عشان انا اعمل فيه كده، مش عارفه. بس والتانية برضو بنفس الخطوة، نفس كل الخطوات هي. انا بقى ما كملتلكوش تصوير التالتة لان هي خلاص احنا كده عرفنا الخطوات بتاعة الحمامة كلها. عرفنا احنا نعمل ايه، هنحشي الرز من جوه، بعد كده هنحشيه من عند ال الرقبة وخلاص، ونكتفه التكتيفة اللي انا بكتفها دي. احفظوا احفظوا. هنا تقريبا الحمامة كانتش عايزة تتحشي، مش عارفة مالها، يعني كذا مرة اقلبها يعني اعدلها كده تروح مقلوبة، اقلبها كده تروح مقلوبة، يعني مش عارفة كان فيها ايه مالها يعني. بس حتى لو خدتوا بالكم هتلاقوه، بصوا برضو بصوا مش عارفة مالها، مالك في ايه يا حبيبتي. مكانتش تقريبا ولا عايزة تحشي ولا عايزة تتاكل، عايزة تهرب حمامة صاحية.
كده احنا خلصنا الحمام، وانا كنت حاطه الميه تغلي وبحط فيها بصله وقرفه وحبهان وورق لورا وبس كده. على ما الميه تغلي بقى شويه، تعالوا بينا نعمل بطاطس في الفرن. بصراحه ما كانش شايف عندي اي افكار، واحنا يعني انا جوزي مش بيحب الملوخيه، فمرضتش اعمل ملوخيه جنب الحمام. أنا عارفه الحمام وملوخيه وكل الحاجات دي كلها، بس انا ما حبيتش اعمل كده ان جوزي مش بيحبها. فعملت بطاطس ويدجز كده. وحطيت تبلتها، انا بعملها على طول كده بملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وشوية زعتر وشوية زيت زيتون. بس انا بصراحة مكانش عندي زيت زيتون، فحطيت زيت عادي وفصين او 3 توم مهروس كده، وبقلبهم مع بعض. مش فاكرة انا قلتلكوا بابريكا ولا لأ، بس بحط بابريكا برضو. وبقلبهم على بعض وبدخلهم الفرن تلت ساعة بالكتير قوي، وبيخرج وبيبقى طعمها حلو جدا وزي العسل. بس ولو برضو عندكم توابل البطاطس اللي هي بتبقى توابل الشرق حاجة زي كده، وانا جبتها مرة من توابل الشرق وكانت حلوة، وبعد كده لقيت العطار بتاعي بيبيعها، فبقيت اشتريها منه سايبة. ممكن تحطوا برضو منها. بس وبنرصها بقى في الصينية وبندخلها الفرن. رصينا البطاطس وحطينا الصوص وهندخلها خلاص الفرن. تعالوا بقى معايا نعمل شوية لسان عصفور بشوربة بشوربة الحمام. هنحط بقى الزبدة ونحط شوية زيت صغيرين، وبعد كده نحط كمية اللسان عصفور اللي احنا محتاجينها، ونشوحهم ونديهم لون كده ذهبي. وبعد ما بنديهم بقى لون ذهبي، طبعا انتوا عارفين طبعا، يعني مش عارفة انا بقول ايه، بس ده لسان عصفور يعني مش اختراع، مش حاجة يعني. ألف هنا وشفا على قلبكم إن شاء الله. بصراحة مش عايزة أشيل صوت بنتي وهي بتتكلم، هتسمعوها دلوقتي. حبة سمنة، هنحط عليهم شوية لبن عشان اما الحمام يستوي هنحط الحمام فيهم كده. وبعد كده هنحمرهم. على فكرة اللبن بيدي لون حلو قوي قوي للحمام، بجد والله اللبن بيدي لون حلو قوي 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 للحمام، بيفرق جدا. لان انا جربته قبل كده، يعني هي مش اول مره طبعا اعمل حمام، فانا جربته قبل كده من غير اللبن وجربته باللبن. لا باللبن بيدي اللون بتاع المطاعم يا جماعه بجد والله. هنا المية كانت خلاص غليت، حطيت الملح وهنزل بقى الحمامة. انا بصوا انا برمي الحمام، انا بخاف قوي والله، وببقى خايفة اصلا عليها تفرقع. فانا بروح حاطة كده يلا بالبركة، يلا 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 ان شاء الله تبقي حلوة وجميلة ومش هتفرقعي. بس بعد ما بنحط الحمام بنسيبها تغلي، وبعد كده بنغطيها. ومش بنغطيها تغطية كاملة، وتقريبا ما صورتها لكوش وهي متغطية، بس احنا مش بنغطيها تغطية كاملة، بنبقى سايبين فيها تنفيسة كده. وده شكل الحمام بعد ما خرج. بصوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، مفيش ولا واحدة فرقعت الحمد لله، طلعوا زي الفل وزي العسل. اللي انا كنت مديها شوكة في زورها دي كانت راسها صغيرة قوي ورقبتها كبيرة. هنا حطيت زيت وسمنة، واول ما غلوا هنحط ننزل بالحمام بقى. ويا جماعة والله بصوا، يعني عشان في ممكن ناس تبقى قرفانة من شكل ايدي وكده، انا بجد مش بعرف اتعامل غير بايدي. ما بعرفش بقى اتعامل بان انا ابقى ماسكه المساكه ولا ماسكه شوكه، لا انا بحب احط كده الحاجه بايدي، احب اتلسوع، يعني انا بحب ده قوي. انما بقى يعني مش عارفه، ما اعرفش والله، حاولت كذا مره نعمل مثلا بشوكه وانا بتبل اي حاجه، لا مش بعرف. المهم خلاص بنحمر الحمام، نيجي بقى نحط لسان عصفور، نحط الشوربه على لسان عصفور.
او بجد كان طعمها حلو قوي يا جماعه. شوربه الحمام في حته تانية، بس انا مبعرفش اشرب شوربه حمام او شوربه طيور عامه لوحدها، فلازم ادخلها في اي حاجه. شوربه شعريه، شوربه لسان عصفور زي ما انا عامله كده يعني، انما ادخلها، انما اشربها كده لوحدها اي يعني حمام اي طيور لا. فهي كان طعمها بجد حلو قوي قوي قوي. بصوا بقى اللون الخطير، بصوا. والله الكاميرا كانت ظلمه بجد والله يعني. الرينج لايت كانت قفل النور بتاعها، فكانت ظلمه قوي قوي بجد. ده مش ما كانش لونه والله مش محروق ولا حاجه، ده هو كان لونه حلو قوي زي بتاع المطاعم بالظبط. وشايفين البطاطس بعد ما خرجت؟ ده كان الفطار بتاعنا النهارده. وبنتي هتلاقوها بتعمل قلب كده، كانت بتمشي القلب على الاكل كله. كان